السلام عليكم. انا بالنسبه هذاك الكلام اللي تكلمت صوفيا ودارت ضجه اعلاميه على في شبكه التواصل الاجتماعي، انا ما تمثلنيش، لان مهما كان كل بلاد وعنده الخصائص تاعو، عنده الجماليات تاعو. احنا الجزائر تنتمي الى افريقيا، وحنا نحبوا كل الشعوب الافريقيه، راهم جيراننا وراهم احبابنا وراهم كذلك كاين حتى علاقه تناسب معهم نسبه. وحنا نقولوا باللي احنا شعب مضياف وشعب كريم، ما نبيعوش اللي شرانا، لان هي على الاقل تقبلوها وحضرت، على الاقل ما تروحش تهضر كلام عليهم اللي ما يليقش بوحده كانت ضيفه عندهم، لان الضيف كي يخرج من دار اللي ضيفوه حتى لو كان فيها هذيك الدار عيوب يستر هذيك العيوب، يستر هذيك العيوب تاعو، يخليها بينه وبين نفسه. يعني انا ما تمثلنيش، واحنا شعب جزائري معروف نحبوا الافريقيين، ودليل على هذا ان احنا رانا الجزائر نتحدى اي واحد يقول افريقي في الجزائر ما يعطولوش ياكل مليح ويشرب مليح ويلبس مليح، والله واش ما ياكلش هو يوكلوه. وانا نشوف ناس لي جاتو والله ما يشريهم، لي جاتو شوكولا بلاك كام غير يشريها ويعطيها له لهذوك الاطفال، وكامل ميم لي ريستورون كاع مع لي كاغوتيي غير كي يدخل غير ياكل الحاجه العزيزه يحطها له وياكلها. كوت ديفوار احنا راهم اخوه بالنسبه لينا، راهم اخوه، وحنا الحمد لله رحنا عندهم والليكيب تاعنا استقبلوها الحمد لله. ما هذه كان رايها الشخصي كانت تحتفظ به وما تعمموش على الجزائريين، لان هي اذا كان بها راح تمثل الجزائر جامي، ما تمثلنيش وما تمثلش الشعب تاعنا، مثلت نفسها فقط. نعاود نكرر، مثلت نفسها بهذيك الضجه، تمثل نفسها فقط. ما عجبتهاش كوت ديفوار، ما تروحش كوت ديفوار. علاش راحت ديجا؟ اولا علاش راحت؟ كانت ما تروحش. حنا الحمد لله وعندنا علاقه طيبه، وانا ضد الفكره تاعها ضد الفكره وضد التفكير اللي هي تفكر فيه. هذه الفتنه تحتفظ فيها لنفسها، تحتفظ بها لنفسها، وهي كي تجبد ما جبدتش الجزائر، كانت قادره تقارن مع فرنسا، ما جبدناش حنايا، خلينا انا مهنيين الحمد لله. ونحبوا كاع الشعوب الافريقيه، واحنا ننتميو للافريقيا، حابين